بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل اعضاء نادي الفزمه المصري. النهارده هنتكلم عن قطعه الغيار الاصليه وقطعه غيار التقليد. هنتكلم عن بعض القطع وبعض الفئات اللي منها، لكن لا يمكن فيديو واحد ان هو يقدر يلم القطع كلها. فيعني نصيحه لاي حد عايز يجيب قطعه موثوق منها يروح لموزع موثوق منه، ويسال برضه الناس اللي بتجيب القطعه الموثوق منها منين، لان انت بتدفع فلوسك في الثقه، ما بتدفعش فلوسك في القطعه الاصليه والقطعه المضروبه. عندنا مثلا سلك الفتيس، في ناس كده بتشتكي من السلوك اللي هي التقليد، لا دايما بتتقطع، فهو ما يعرفش ايه الفرق بين القطعه الاصليه وبين القطعه المضروبه. فاحنا عندنا قطعه البلبله الخاصه بالسلك، في بلبله هنا لونها المونيا، ده بلبله السلك. السلكين ما فيش بينهم اي فرق بين السلك الايطالي وما بين السلك التايواني او السلك الصيني او السلك الهندي اللي هو جودته اقل. فعندنا في سلك هنا في حاجه اسمها بلبله، او اللي هي الجزء اللي بيركب في الدراع او الجزء الخاص بالغيران بتاع الفتيس، جزء هنا المونيا، وعندنا جزء ثاني مجلفل في تجويفين، في تجويف هنا وفي تجويف في الناحيه الثانيه، وفي مكانه ايه مكان تجويف فوق مكان السلك. طبعا الجزء الالومنيا ده دايما اللي بيتخلع من السلك، فالسلك كده ايه يبقى سلك تالف غير صالح للاستخدام. السلك الايطالي هيبقى فيه هنا تجويف وهنا تجيف وهنا مجلفل، فهو ده دايما من الصعب جدا ان هو يخلع او يتخلع ما بين التجويف والسلك. ده مفتاح نور، واحد فيهم اصلي واحد فيهم مصدر اصلي، وده التقليد. الفرق هنبدا من الاول، الفرق الشكلي. الفرق الشكلي عندنا الفيشه الاصليه لونها شفاف، الفيشه نفسها مرنه، يعني ايه صعب انها تتكسر. عندنا الفيشه المضروبه او فيشه تقليد بلاستيك ابيض تقريبا من مخلفات البلاستيك، فلو انا ضغطت عليها تتكسر، مش مرن، فده دايما بيتكسر مع السخونيه، كده كده بيتكسر، فكده المفتاح باظ. لكن بالنسبه للشكل الخارجي ده التقليد وده الاصلي. هنا الكتابه واضحه جدا، هنا الكتابه تحس انها بولد او تخينه شويه فمش واضحه، زائد ان المفتاح ذات نفسه بيبقى فارق. عندي هنا جزء ثاني حاجه اسمها البورده، او بوردة الكهرباء الداخليه بين بين المفتاح الاصلي والمفتاح المضروب. المفتاح الاصلي مفيش فيه اي زيادات، الفينش بتاعه نضيف جدا. المفتاح المضروب في منه هنا في زيادات كتيره جدا، والبورده ذات نفسها الجوده بتاعتها قليله. طبعا ده بخلاف الاستخدام، ده العمر الافتراضي بتاعه اكتر، العمر الافتراضي بتاعه على حسب الاستخدام مش معلق. للاسف في بعض التجار بيبيعوا الاثنين بنفس السعر، ده بالنسبه للمفتاح. عندي هنا الفرق بين الطنبوره المصوره هنا احسن، ده الفرق ما بين الطنبوره الايطالي وما بين الطنبوره الهندي. في ناس بتسال ليه دي سعر دي 3 اضعاف سعر دي، او دي سعر ضعفين سعر دي. الفرق طبعا في خامه الطنبوره نفسها، خامه الالومنيا نفسها المستخدمه او الانتيمونيا المستخدمه، زائد ان انا عندي هنا السره والعصب بتاع الطنبوره. 20 جنيه عندي هنا العصب بتاع الطنبوره، هنا العصب بتاع الطنبوره الايطالي ادخن طبعا العصب لحد الطنبوره الاخر. ده العصب بتاع الطنبوره الهندي، العصب بتاعها رفيع جدا، وده بيؤدي ان اي مطب او اي حاجه ممكن ان الطنبوره تعمل عمليه شرخ من حوالين الطنبوره زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي طنبوره ايطالي فا، شركه فا، دي طنبوره هندي تصنيع هندي، ايا كان المصنع بتاعها او الموزع بتاعها بيوزعها في مصر. بالنسبه للاسعار طبعا بتختلف من تاجر للتاني وعلى حسب سعر الدولار. خلاف من دخلة الصورة الحديد اصلا ده بيبقى فيه نسبة صلابة، بحيث لما المشرشر بيدخل مع الاكس بيفضل عايش معاك طول الوقت. تمام، يعني حضرتك بتقول ان المشرشر ده نسبة الصلابية بتاعته أكبر من المشرشر الموجود هنا. المشرشر ده المفروض إن هو بيركب في العكس. الله ينور عليك. فرق في نسبة الخامة بتاع الحديد اللي داخل بالنسبة أو الألمونيا بتاعتها فيها صلابية. الله ينور عليك. اللي هي المشرشر الداخلي ده. ده طبعا كان فيديو قصير عن بعض القطع الأصلية وبعض القطع المضروبة. احنا ما لمناش كل حاجة، بس احنا بنحاول ننوه إن أنت تجيب القطع الأصلية من مصدر موثوق منه. والفترة الجاية إن شاء الله هنصور فيديو تباعا عن قطع اكتر في اماكن ثانيه وفي افكار ثانيه ان شاء الله.